هو احنا ليه بنأجل الحاجات اللي ورانا؟ ليه ما رحتش الجيم اللي اشتركت فيه من 7 شهور؟ ليه ما شفتش اللينكات اللي مسيبها بقالك 2 سنين؟ ليه ما قريتش الكتب اللي جبتها من معرض الكتاب قبل اللي فات؟ ناس كتير فاكرة ان التأجيل ده مجرد كسل او رغبة في الأنتخة، لكن الموضوع مش كده بالظبط. التسويف ظاهرة نفسية نابعة من الهاردوير بتاع الدماغ. المخ يا صديقي متكون من أجزاء مفيش بينهم التناغم الكامل اللي انت فاكره، عشان كده تلاقي جواك أصوات عكس بعض، صراع نفسي، صوتين بيشدوك كل واحد في اتجاه مختلف. عندك مثلا الصوت الانفعالي اللي جاي من منطقة اسمها الليمبك سيستم، اللي هي النظام الليمبي، وده الجزء اللي بيحب المتعة الفورية وبيكره المجهود، فدايما بيشدك للمكافآت السريعة والتهيص والأنتخة والحاجات المسلية والممتعة أكتر. وفي الصوت العقلاني اللي طالع من البري فرونتال كورتكس، اللي هو قشرة الفص الجبهي، واللي بيقولك استهدى بالله يا ابني وخلص اللي وراك. وطبعا مين فيهم اللي بيكسب؟ المتعة الفورية طبعا. ودورك بقى انك تتدخل في الخناقة دي عشان تخلي قشرة الفص الجبهي تكسب النظام الليمبي. طب نعمل كده ازاي؟ أول حاجة تخلق قوة شد وجذب اللي بيخليك تتحرك من النقطة ألف للنقطة ب، إن النقطة ألف منفرة والنقطة ب جذابة والطريق بينهم ممهد وسهل. عشان تخلق الدافع وتأجل التأجيل لازم تلعب على ال3 نقط دول. يعني لازم النقطة ألف اللي هي الوضع الحالي تكون مؤلمة ومزعجة وعايز تبعد عنها. لو النقطة ألف مريحة أكتر من لازم، زعزع استقرارك النفسي، اوجع ضميرك، فكر نفسك كده طول الوقت ان الفرايد تشيكن دي هتسدلك الشرايين عشان تبتدي دايت، فكر ان الفلوس اللي معاك دي ممكن تخلص عشان تبتدي تستثمر او تحوش. وفي نفس الوقت النقطة ب لازم تبقى مغرية وجذابة وتحاول تسهل الطريق ليها. يعني لو عايز تروح الجيم مثلا، جهز شنطة الجيم وسيبها في العربية عشان قرار انك تروح الجيم يبقى سهل. لو عايز تاكل اكل صحي، ما تخليش الشوكولاتة مرمية في كل حتة في البيت. وفي نفس الوقت الغي المشتتات اللي بتعطلك في الطريق. عندك مثلا الدراسة دي اللي لقت ان مجرد وجود الموبايل على المكتب بيقلل من انتاجيتك بنسبة 11% تقريبا، حتى لو كان الموبايل مقفول، لان مجرد وجوده في مجالك البصري بيسحب جزء من تركيز العقل اللاواعي اللي شغال في الخلفية جوه دماغك ومستعد لأي نوتيفيكيشن كده ممكن تطلع منه. مهم كمان تصعب طريق العودة للنقطة ألف، يعني تخلي الحاجة اللي مش عايز تعملها مرهقة ومتعبة ومش متاحة كده بسهولة. يعني مثلا حط السجاير في حتة بعيدة، ارمي الفلايرز اللي هي بتاعت المطاعم دي اللي حاططها جنب التليفون عشان تضطر تدور كل مرة على رقم المطعم اللي عايز تطلب من عنده. يعني طالما النظام الليمبي عايز حاجة سهلة فسهل له الدنيا. تاني حاجة افتح الدايرة وما تقفلهاش، اللي هي حاجة بنسميها تأثير زيجارنيك، والاسم ده جاي من العالمة الروسية بلوما زيجارنيك، اللي لاحظت ان الجرسونات في المطاعم بيفتكروا تفاصيل الطلبات اللي ما نزلتش للزبون اكتر من الطلبات اللي نزلت. ايه علاقة الكلام ده بالموضوع؟ العلاقة ان المهام غير المكتملة بتفضل تلح وتزن في دماغك اكتر من المهام اللي خلصت. يعني مثلا المكالمة المهمة اللي اتقطعت في نصها، المسلسل اللي لسه ما كملتوش، او حتى العلاقة اللي انتهت فجأة بدون تفسير. الحاجات دي بتفضل شغلة دماغك لاننا بنكره النهايات المفتوحة. والموضوع ده ممكن نستغله في مواجهة التأجيل عن طريق كذا حاجة. عندك مثلا انك تبتدي تاخد الخطوة الأولى، يعني ابدأ بأول صفحة بس، روح سلم على الناس في الجيم وقول لهم صباح الفل، قرر تشتغل 5 دقايق بس. أول ما تبتدي الموضوع هتلاقي جواك قوة داخلية بتجرك واحدة واحدة وتلاقي نفسك دخلت في المود وكملت. مهم كمان تسيب الملف مفتوح، سيب الكتاب مفتوح على الفصل اللي عايز تذاكره، سيب اللابتوب مفتوح على الشغل اللي عايز تخلصه. وكل ما تعدي على الحاجات دي ضميرك هيأنبك وتحس انها بتناديك عشان تخلصها. تالت حاجة نظرية التحفيز الزمني، كل ما الوقت ده كل ما عالي التحفيز. النظرية دي بتقولك انه كل ما زادت المدة الزمنية بينك وبين الديدلاين كل ما حصل التسويف، ودي حاجة معروفة. الامتحان الشهر الجاي يا سيدي يمين يعيش، لكن لما بتتزنق بتلاقي نفسك انجزت وانتاجيتك زادت. عشان كده الحل انك تحط لنفسك ديدلاين حتى لو مفيش ديدلاين، عشان تخلق جواك ضغط يخليك تتحرك. انا مثلا كنت مأجل كتابي الاخير بسبب مهام يومية روتينية وكنت مكسل، فقررت اعمل كده. رحت للناشر الاستاذ احمد رشاد وقلت له مضيني على شرط جزائي، لو ما سلمتكش الكتاب في الميعاد ده يبقى عليا شرط جزائي 1,000,000 جنيه. والله العظيم عملت كده. طبعا الراجل رفض وافتكرني بهزر، لكني كنت قاصد ان انا اخلق ضغط للعقل اللاواعي واحسس نفسي ان الوقت ضيق، وفعلا انجزت الكتاب وصدر في الوقت ده بالظبط. كل واحد عنده طريقة مفضلة لمقاومة التأجيل، فقول لنا طريقتك المفضلة، لكن الخلاصة ان لازم تبدأ دلوقتي. فابتدي حالا ان شاء الله بخطوة صغيرة، زي انك تعمل لايك وشير وتتفاعل لو عايز المحتوى ده يستمر. اشوفكم على خير وفوتكم بعافية.